السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة جايين نتكلم عن واحد من الأفلام المنتظر عرضها خلال الأيام القليلة جدا اللي جاية، وهو فيلم الشاطر. فيلم الشاطر اللي هيكون من بطولة النجمين هنا الزاهد وأمير كرارة. كل اللي عايز تعرفه عن فيلم الشاطر هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهاردة. فقبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم أخوكم إسلام، ويلا بينا نخش في الحلقة على طول. ارجع خطوة اللي ورا. ليه؟ ارجع بس. وانا هغلب معاكم، ده انا ضارب بويكا يا صيع. فيلم الشاطر زي ما قلت في بدايه الحلقه انه واحد من الافلام اللي هتتعرض في موسم الصيف، وهيتعرض خلال الايام القليله جدا اللي جايه، وده اللي هنعرفه خلال وقت الحلقه. فتعالوا الاول دلوقتي نتكلم ونتعرف على ابطال وصناع فيلم الشاطر. وفيلم الشاطر بيضم عدد كبير من النجوم مع حفظ الالقاب للجميع، والفيلم يضم كل من امير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القص، واحمد عصام السيد، وخالد الصاوي هيكون موجود كضيف شرف في الفيلم، وشيرين رضا هتكون برضو ضيفة شرف في الفيلم، وخلال اللي مكتوب ان هي هتكون ضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية. وفيلم الشاطر من تأليف واخراج المخرج الكبير، واحد من افضل المخرجين اللي بيقدموا كوميديا خلال الفترة الكبيرة اللي فاتت، وهو المؤلف والمخرج احمد الجندي، وهيكون معاه في التأليف كريم يوسف. وبعد ما اتعرفنا على ابطال وصناع فيلم الشاطر، تعالوا دلوقتي نخش ونتكلم في قصة واحداث الفيلم. ده انا اخويا مخطوف وانا خاطفك وبيدور عليا اخطر واحد في تركيا كلها. لخص وقول لي مين اللي بعدك هنا. الفيلم بتدور احداثه في اطار كوميدي اكشن اجتماعي درامي عامل ميكس، والفيلم بيدور حول شخصيه دوبلير محترف، واللي هيكون قايم بدوره هنا امير كرارة. وهي شخصيه زي ما عارفين شخصيه الدوبلير ان هي بتقوم بادوار اللي فيها مخاطره والمشاهد الخطيره في الافلام والمسلسلات، والدوبلير بيقوم بكل المشاهد دي بدل من الممثل الحقيقي. وان حياه الدوبلير دي بتكون حياه مليئه بالمخاطر بسبب الادوار او الحركات او المشاهد الصعبه اللي بيقوم بيها مكان البطل الحقيقي، وبيتنقل من موقع تصوير لاخر. انا شغال ستاند كوردينيتور. هتعمل ايه يا ابني المجنون؟ ستاند كالكوليتور؟ محاسب يعني؟ محاسب. بالرغم من الحياة الصعبة اللي بيعيشها في شغلانته دي، إلا إن البطل بتاعنا بيقع في العديد والعديد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية. انا محتاجه تتهكر. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بعمل دماغ الروح. سيس ايش سباق. خلال إحدى الأدوار أو المهام اللي بيأديها كدوبلير بيقابل بنت شابة، والبنت دي هتكون هي اللي قايمة بدورها الفنانة هنا الزاهد، وإن شخصيتها بتكون شخصية مرحة كوميدية وعندها الموهبة. وخلال أحداث الفيلم بتنشأ ما بينهم قصة حب، قصة المعتادة اللي كلنا عارفينها في أي فيلم، اتنين بيتقابلوا وخلال الأحداث بتنشأ بينهم قصة حب، وكل ده خلال وفي وسط وأجواء بتملاها الإثارة وتشويق والمطاردات، وكل ده في اطار ما بين الكوميديا والاكشن والدراما. حد هيدفع في الفاشة دي 50 مليون دولار؟ تخيل بقى لو قسمناها عليا انا وانت واخوك. وانا شكلها كده شغلانه زرقاء. وات؟ زرقاء بلو، شغلانه جوب. زيزوز بلو. لا وخلال قرايتي او متابعتي لاخبار الفيلم ده، ان الفيلم الشاطر بيحمل رساله المفروض ان هو هيوجهها خلال احداث الفيلم، ممكن تكون بطريقه مباشره او ممكن تكون بطريقه غير مباشره خلال الاحداث او متابعتنا الفيلم. وده اللي انا اتمناه. اتمنى ان لو الفيلم في رساله بنوجهها للمشاهد، ان الرساله دي تكون غير مباشره، ما لاقيش يقول لي خد الرساله اهي او خد الحكمه او النصيحه من الفيلم وشك هنا. ورساله الفيلم هي باختصار الشجاعة والأخلاق وتحدي الظروف الصعبة، وحقيقة إن الحب ممكن يجي في أكتر الأماكن غرابة، إن قصة الحب ما بين اتنين ممكن تيجي في وقت ما كانش حد عامل حسابه إن أي حاجة ممكن تحصل، وكل ده بيتقدم في الفيلم بطريقة وأسلوب خفيف وممتع. وإن فيلم الشاطر هو فيلم ملائم لجميع أفراد الأسرة، يعني تقدر تتفرج عليه مع أسرتك أو تروحوا السينما مع بعض تتفرجوا عليه. طول ما الفلاشه دي معانا انا وانت واخوك في امان. طب وانا ارجل واحد في المنطقه تم. عملت انت حركه جديده حلوه كده اول مره اشوفها.
بعد ما اتكلمنا وعرفنا قصة وأحداث فيلم الشاطر، تعالوا دلوقتي نتعرف ونعرف مع بعض موعد عرض الفيلم. والفيلم تم الإعلان رسميا إنه هيتعرض في مصر يوم 16 يوليو من الشهر الحالي. هو طبعا فيلم من أفلام الصيف، وبعد كده هيتم عرض الفيلم في جميع أنحاء الوطن العربي خارج مصر. هو الباشا ظابط؟ كان ظابط. وبس، وبكده نقدر نكون اتكلمنا عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرفها عن فيلم الشاطر. تعالوا دلوقتي نتكلم ونقول ونسال السؤال بتاع كل حلقه وكل فيلم بنتكلم عنه، هل انت متحمس لفيلم الشاطر ولا لا؟ اما انا رايي، انا اكيد متحمس للفيلم. اولا الفيلم فيه نجمتي المفضله انا الزاهد، اي عمل هيكون فيه انا الزاهد خلاص هو حاجز مكانه عندي انه هيكون من الافلام، او حتى لو العمل ده عمل مسلسل حاجز مكانه ان انا هتفرج عليه لما يتعرض. تاني شيء أمير كرارة، بما ان الفيلم الشاطر هو فيلم كوميدي اكشن، يعني هيكون مزيج ما بين الكوميديا والاكشن، انا متحمس ليه، وده بسبب التجربه الاخيره اللي شفتها لامير كرارة البعبع. وده ليه؟ لان انا لما اتفرجت على فيلم البعبع عجبني جدا جدا، عجبني دور الكوميديا ده واللي قدمها لي امير كرارة، وحسيت ان هو في تغيير من جلده خلال الاعمال اللي فاتت اللي شفناها امير كرارة اكشن. الفيلم ده في اكشن اكيد، يعني الفيلم ده في اكشن كتير جدا، وهو الفيلم عباره عن مطاردات. المشاهد دي لو ما رجعتش ماتيو وعثمان هيبقلسونا. انت انا صاحبك فين؟ فين الفلاشه؟ بتعمل ايه؟ تعالوا بقى هنصفيكوا يالا، ده باشا تركيا ده بيلعب لعبه مش قدها. لكن اللي عجبني هو المزيج ما بين الاكشن الكوميدي، هو ما كانش اكشن صرف، لا كان خلال مشاهد الاكشن هو فيه كوميديا، فده عجبني جدا. فاكيد متحمس للفيلم. امير كرارة واحد من نجوم الصف الاول اللي اكيد لما بينزل فيلم او اي عمل بيقدمه انت بتتفرج عليه وبعد كده بتحكم عليه بعدين، لكن انت كده اتفرج، خش شوف الفيلم. انا بنحب امير كرارة، فاكيد متحمس جدا للفيلم واكيد هشوف الفيلم. حاسس ان انا طولت عليكم، فقول لي رايك، هل انت متحمس للفيلم، وايه نسبة تحمسك للفيلم، وايه توقعاتك اللي انت حاططها للفيلم؟ كل ده تقدر تشاركني فيه تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم. بس كده اتكلمنا عن كل حاجة ممكن تبقى عايز تعرفها عن فيلم الشاطر. ايه العادل بتاع اللي انت لابسه ده؟ حاضر. انا بس يا معلم. اصل انا واقف وانا وشي في حاجه بتضحك. كان بقاله 5 سنين عايش، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام. هو بقاله 5 سنين عايش في المياه الاقليميه اصلا. ده تلاقيه باش. تلاقيه بيلعب بديله كتير. ايوه طول الوقت. اكيد القرش جري في ايده.